السلام عليكم رائعات القناة، كي دايرين؟ يا ربي تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالي. مرحبا بكم منين ما كنتو كتشوفوني، مرحبا بالرائعات الجدادات اللي انضموا لينا للقناة. نتوما على قناة ملتقى الرائعات. بغيت نشارك معكم واحد الطريقه زوينه كنديرها للطون. كنصاوب بها الطون بحال اللي كنشريو معلبات، ولكن كنصاوبو في الدار. كيجي زوين وبحالو تماما، كيجي بنين بزاف وفي نفس الوقت كيجي اقتصادي. واللي حسن من كل شيء انه كيجي كتعرفي راسك شنو كتاكلي بدون مواد حافظه بدون اي حاجه. عندي هنايا سمك ديال الطون، تونه اللي كتشرب بالطروفه. كناخذها كنقطعها بالطريقه اللي شفتوا معايا في الفيديو. من بعد كنعمرها بطريفات ديال الثومه وشويه ديال المليحه، شويه ديال الابزار. الا بغيتو تزيدوا عليها نتوما شويه ديال الزعتر، المهم كتسموا باي حاجه بغيتوها. انا كنديرها بحال هكذا، كنردها كتبخر تقريبا واحد الساعه ديال الوقت، ومن بعد كنطفي عليها. خسر ليا البلاندر ديالي الصراحه. كنت خديته في 2019. خصت كنصدق ليا زوين وعرفتو كيطحن اي حاجه. وشحال من مره شاركت معكم مقادير ديال الصفوف كنطحنهم غير في الدار، كيردهم لي بحال اللي كنطحنهم برا. وقع له واحد المشكل، ما تركب ليهش الكاس ديالو مزيان. وصافي وتخسر. بقى كيدور في الخوا حتى تخسر. خديته من عند اواني شعيب. الصراحه خدمته زوين قوي. كيطحن بزاف ديال الحاجات اللي هما قاصحين. العطريه تبارك الله كيطحنها مزيان، وكما كتشوفوا معايا كيجوا فيه 3 ديال الكيسان، واحد ديال العطريه، واحد ديال العصير، وثالث اشوار. هاد الايام كيطلعوا لي المقاطع ديال سالي في الفيسبوك، وقلت والله حتى نتفرج فيها كامله. وتفرجت فيها في 48 حلقه. اكتشفت انني في صغري ما تفرجتش فيها كامله، والصراحه عجباتني وتفرجتها حلقه بحلقه وما فوت حتى شي لقطه. وهكذا كنكون في الكوزينه. كنتونس بها، كنحطها قدامي هكا، انا كنقضي شي حاجه وانا مره كنلوح عيني وانا كنسمع حتى ساليتها. واحد الاضافه زوينه وليت كنضيفها لي بات لي سالاد هكذا، دي ساندويتش ديال الدجاج ولا كفيته ولا اللي هي على صوص بيستو. صراحه ما عمرني كنت جربتها زعما من زمان. وليت كنصاوبها وليت كتعجبني بزاف بزاف. عندي هنايا الحبق ديال لي سالاد اللي كيتباع ديال الماكله. كنقيه وكنغسلو،
كنديرو في البلاندر. كنزيد عليه حبات ديال الكركاع، كنزيد عليه كاس ديال زيت الزيتون، كنزيد عليه 3 دريوس ديال الثومه. انا بالنسبه ليا كناخذ ديك الكميه اللي كتباع في مرجان ديال الحبق، يعني خنيشه وحده. كنزيد عليه 3 الحبات ديال الثومه وصافي، وكنطحنو ورشيشه ديال الملحه من طبيعه الحال. هي كتجي شي شويه خفيفه على هاد القوام اللي جاتني انا به، ولكن انا كانت عندي زيت الزيتون شويه ناقصه، داكشي باش جاتني عاقده بزاف. كتعجبني تكون خفيفه. بالنسبه لهداك الشيء اللي بقى لاصق في الكاس ديال البلاندر، زدت عليه شويه ديال الماء وخفقته هكذا. غنديرو تا هو في قريعه هكذا. الا كنت غنسلق لي بات ولا هكا نزيدو معاهم يعني البنه ديالو. وهادو التحضيرات ديال البرد اللي كندير. هنايا كنفرش هاد الزربيه هادي. انا شوف ما كتعجبنيش الصراحه في الشوفه، يعجبني نشوف هاد البلاصه خاويه مع هذاك الديكور ديال الحيط. ما كيعجبنيش نفرشها، ولكن حيت ولادي ما كيبغيوش يلبسوا الصنادل في الدار، كنضطر انني نصاوبها ليهم هكذا باش كنحفظهم من البرد. البلاصه اللي كنجلسوا فيها يكونوا فاش ينوضوا كيتمشاو غير فوق الزربيه. بعد ما طفيت على الطون اللي كان كيتبخر وبرد شي شويه، ما بقاش سخون بزاف، غادي ندوز باش نكمل المراحل ديالو. هنايا انا غادي نقطعو طريفات كما غادي تلاحظوا معايا في الفيديو. وغادي نديرو في القريعات. هنا ديجا راه كان عندي انا في هذه القرعه وتسالى. هو راه كيجلس مده طويله، كيقدر يجلس معاكم حتى لشهر وانتم كتستعملوا منه، غير خصو يكون مغطي بالزيت مزيان. هنايا غادي نديرو في هاد القريعات، غادي نضيف عليه الزيت. غنصبو بوريقات ديال سيدنا موسى. واحد القريعه نسمها بحال هذا الشكل نخليها غير بالمليحه، وحده غادي نديرها حاره نضيف عليها السودانيه، وصافي غادي نسدهم وغادي نخليهم يبردوا مزيان في هذيك الزيت اللي زدت ليهم. من بعد فاش غيبردوا غادي نديرهم في الثلاجه. وكما قلت لكم راه ممكن يبقى معكم حتى لشهر، ما كيطرالو حتى شي حاجه، وكيبقى بمذاق ديالو زوين. شحال ما بقى شحال ما كيبرز داك المذاق ديال الطون، وكيولي بحال اللي كتشريو من المحلات.
المهم هنايا كنت كانوا عندي شي اغراض برا ديال الدار، مشيت قضيتهم وتلاقيت مع راجلي، تغدينا برا. من بعد خديت الوليدات من المدرسه، دزت تقضيت شي حاجات كانوا خاصيني للدار وصافي. وخليكم معايا حتى الاخير ديال الفيديو، باقي بزاف ديال الحاجات زوينين والرائعات اللي وصلوا معايا حتى لهنا. خليو لايك ديالكم، شجعوني بشي تعليق زوين. التعاليق كيحفزوني انا، ما كيضيفوا حتى شي حاجه للقناه، ما كنتخلص منهم حتى شي حاجه، ولكن تحفيز ليا. الا كان كيعجبكم المحتوى ديال ملتقى الرائعات، الا ما عرفتوش كاع ما تقولوا في لي كومونتير، خليو غير القليبات، انا راه غادي نشوفهم كاملين. وشكرا لاي وحده كتاخذ من وقتها وكتخلي ليا تعليق زوين. انايا فاش كنت راجعه كانت الشتيوه بدات كطيح وموحشه هذا الجو بزاف بزاف بزاف. ولكن وهذا الفيديو فرصة زوينة باش نشارك معكم التغيير اللي درت في غرفة النوم ديالي، وكيفاش هذا التغيير في كل مرة كنديرو كيخلق ليا الفرق. كنعرف ان بزاف منا كيجيونا لحظات كنشعروا فيها بواحد الروتين واللي كيخلينا نحتاجوا لشي نفس جديد. لا ما نديرو تغييرات كبيرة، غير حوايج صغار ولكن كيعطيونا احساس جديد وكيرجعوا لنا الطاقه. فتخيلي معايا كتفيقي في الصباح وكتلقاي المكان ديالك مرتب، الالوان متناسقه، كتحسي براسك مرتاحه. هاد التغيير كيف ما كان بسيط كيعطي راحه للنفسيه ديالك وكيساعدك تبداي نهارك كلك طاقه ايجابيه. انا كنشجع كل وحده منا تفكر في التغيير، حتى لو كان غير تبدلي بلاصه ديال السرير او تضيفي بعض التفاصيل اللي كتحبيها. راه تفاصيل بسيطه ولكن عندها اثر كبير على راحتنا النفسيه. فبغيت نقول لكم البنات، ما تخليوش الروتين يتحكم فيكم، قلبوا على حوايج اللي كتعجبكم وبدلوا باش تحسوا بالجديد. فهنايا انا بدلت الطقم ديال الفراش ديال السرير، دخلت هكا لوينات زويونين كيعجبوني بحال هكا الغوز. شي مرات كنبقى في الالوان اللي هي بارده، البيج، الابيض، ولكن مره كنبغي ندخل هكا لوينات زوينين، راه كيغيروا حتى هما النفسيه. ما تبقاوش غير في دوك لي كولور بال اللي ولينا كنشوفوا بزاف ديال البيوت دابا معتمده غير عليهم.
هما زوينين وكيعطيو الراحه للعين، كيتبان لك البلاصه المساحه ديالها اكبر. ولكن مره هكذا ندخلوا لوينات زوينين هكذا. خذوا اطقم ديال السرير كل مره بدلوا بيهم، ما تبقاوش غير في حاجه واحده. واللي غادي تقول لي ان يعني الظروف ديالها ما كتسمحش وداك الشيء غالي وهذا، راه با مال دو فوا انا كناخذ غير من البال وكيصدقوا لي زوينين، كنصبن ونرد وكيبقاو لي كولور هما هادوك، ما كيطرى لهم حتى شي حاجه. او ميم طون كتكون لا كاليتي غزاله. فبلا ما زعما نحاولوا نعلقوا الشماعه ديالنا ديال اننا ما كنغيروش وهذا على الفلوس وعلى ما كاينينش الامكانيات. راه مين كنبغيو نديروا شي حاجه راه حنا كنقدروا وكنقلبوا على الحلول اللي غادي تساعدنا باش نديروا داكشي اللي بغينا بابسط طريقه. كانت هنايا العشيه كما شفتوا معايا. في الصباح انا صورت معكم غرفه النوم، واللي كان داكشي اللي كان قبل راه كان نهار قبل. قررت انني نبقى نقسم الفيديو على هكذا يومين. شحال هادي كنت كنصور حاجه وحده في النهار كامل، كنبقى النهار كامل وانا كنصور. كنعيا فقلت هكا نبدا نقسم على يومين ولا 3 ايام، ولا المهم انا كنصور لكم كل نهار شي شويه هكذا. انا ما نعياش، يجيني التصوير سهل كذلك، حتى ناخذ وقتي هكذا في المونتاج يكون بجوده اللي هي مزيانه. وصافي هنايا كما قلت لكم كان العشيه دخلت باش نوجد العشاء. كانوا عندي واحد القوالب
في الثلاجه ديال لاباط فويتي كنت ديجا واخداهم من مرجان، وقلت هكذا نعمرهم. خديت بصيله قطعتها طريفات صغارين مع شويه ديال الثومه، شحرتهم حتى خداو اللون الذهبي. زدت عليهم الفطر اللي قطعته حتى هو مربعات صغيره، حتى غادي نشحرو معاهم حتى غادي يولي حتى هو باللون الذهبي. من بعد نزيد عليهم غير مليحه وفلفل اسود، غنزيد عليهم واحد دانون بيرلي مسو. كيف ما كان بامكاني نزيد عليهم كريمه الطبخ، لكن انا ما كانتش عندي. من بعد غادي ناخذ شويه ديال الكروفيت اللي غادي نقيه وغنشحرو مع شويه ديال الزويته صافي والمليحه. من بعد غادي نعمرهم بالطريقه اللي غادي تشوفوا معايا. غندير الحشوه الاولى اللي صاوبت، غنزيد الفرomage، فروماج حمر محكوك، وغادي نزيد الكروفيت ديالي من الفوق صافي، وغادي نديرهم في الفران. غادي يذوب لي داك الفرماج، وغادي نقدمهم جاو هائلين وبنانين زوينه هكذا. ناخذوا هاد القوالب هادو يبقاو عندنا في الثلاجه كينفعوا الاوقات اللي كيكونوا ما عندكش الوقت، خرجتي ورجعتي خصك توجدي بالزربه. صراحه عجبتني هاد الفكره، ان شاء الله غنبدا ناخذهم دائما. هنايا كانت عندي الشوربه ديال العدس، كنت صاوبتها نهار قبل وكانت بقات ليا. كتجي زوينه حتى هي. شي نهار غادي نشاركها معاكم. غتشوفوها كتبان بحال البصاره، ولكن لا، راه الشوربه ديال العدس الاحمر. ما كنضيفش عليها خيزو قرعه حمراء بالطريقه المتعارف عليها التركيه، باش كتبقى زعما كتعطي داك اللون برتقالي. كنديرها انا غير بالبصيله والثومه، كتجي هائله، كتجي حسن من المذاق ديال البصاره صافي. ورافقتها هادشي هذا ببيضات مسلوقين، وقدمت العشيوه ديالي بهذه الطريقه.
وحتى لهنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. خليو لي قريبات في التعاليق كما قلت لكم، خليو لي لايك ديالكم الى عجبكم المحتوى. بسلامه عليكم.